3 حاجات لو عرفتي تعمليهم السنة الجاية 2026 صدقيني حياتك هتتغير للأحسن وهتتغيري 180 درجة. لو عايزة تعرفي ايه ال3 حاجات دول keep watching the video وهعمل لكم get ready with me كده quick and that's it. وأول حاجة يعني دي حاجة أنا بعملها already ومستمرة فيها واللي هو I mind my own business. يعني أنا شخص دايما في حالي يعني بدخلش في خصوصيات الناس وأنا expect the same thing from everybody else. حتى لو في ناس حواليا بيتكلموا عن حاجات يعني ما تخصنيش ما بدخلش نفسي فيها. يعني أنا دايما شخص بطبعي بحب إن أنا mind my own business وما اتدخلش في حياة الآخرين وهما ما اتدخلوش في حياتي، وده ساعدني جدا إن أنا أبعد عن ناس كان ممكن يسببوا لي مشاكل في حياتي. بس الحمد لله يعني ربنا اداني النعمة إن أنا بقدر يعني لما بتكلم مع شخص بعرف أفرق لو هو شخص كويس ولا مش كويس. فيعني الحمد لله my gut feeling is always on point. وحاجة تانية يعني اتعلمتها في الفترة الأخيرة how to say no. يعني لو حد من صحابي أو المعارف وكده كلموني for example عايزين يعني نتقابل ونخرج ونعمل حاجة and I say no it means no. فهم بقى يقعدوا دايما ينبولي ضميرك اللي هو يعني how could you say no, how could you do this, how could you do that, whatever. ده كله ده emotional manipulation. ده لما شخص بيقعد يعني يأثر عليكي كده عاطفيا ويخلي يعني ويحسسك بالذنب، بس انتي كل اللي قلتيه اللي هو لا انا مش عايزة اعمل ده او ده. so you're setting boundaries. فالناس they get uncomfortable لما بيشوفوكي انك انتي بتحطي حدود ما بينك وما بينهم. يعني حتى لو انتي خارجة في ديت وحد كلمك وقالك انتي فاضية دلوقتي تعالي نخرج، no احنا ما بنعملش last minute outings. لازم يبقى في planning، لازم بيبقى في موعد ان احنا متفقين ان احنا نقابل بعض ونخرج مع بعض. so no يعني لازم اشوف السكادجول بتاعي. يعني I need to see my schedule. I need to see my schedule, see if I'm busy. If I'm busy then I'm busy. If I'm not busy and then I can think about it. You know what I mean? أول ما تبدأي تقولي لأ للناس وقتها تعرفي مين اللي بيحترمك ومين اللي مش بيحترمك، مين اللي بيحترم الحدود اللي انتي you're setting واللي عايز يمشي كلامه عليكي. من الأول لازم يعني الصراحة دي حاجة مهمة جدا. خليكي دايما صريحة مع كل حد، واللي مش عاجبك يعني الصراحة دي باي. ف you have the full control تخلي الناس يعاملوكي بأي طريقة. في quote بتقول you teach people how to treat you. انت بتعلمي الناس ازاي يتعاملوا معاكي، انتي بتعلمي الناس ازاي يتعاملوا معاكي. تالت حاجة انا I already know in my head ومتأكدة ومؤمنة وعارفة ان ربنا خلقني في احسن خلق. okay so عمري ما حسيت ان انا I need validation او confirmation من اي راجل. يعني انا عمري ما حسيت ان محتاجة اسمع من شخص ان انا جميلة وحلوة واتراكتيف علشان يأكد لي الكلام ده. يعني already الناس اللي حواليا كانوا شايفين الحب والاهتمام اللي انا كنت بديه لنفسي، وفي اي ليفل انا حاطة نفسي فيها. يعني الحمد لله انا عمري ما كان عندي insecurity كده. يعني كنت دايما حابة نفسي، ما كانش عندي اي مشاكل مع جسمي خالص honestly except when I was younger شوية لما كنت teenager وجسمي كان متغير. so
انا بالنسبه لي يعني دي كانت حاجه اللي هو يعني مخيفه جدا. ف يعني الوقت البنات اللي كانوا قدي كانوا بيشتكوا ان هم يعني فلات وما عندهمش اي حاجه، ودايما بيلبسوا push up bras and stuff like that. انا وقتها كنت بلبس سبورتس برا، يعني كنت دايما البس باجي تي شيرت عشان محدش بس يشوف يعني الاوتلاين بتاع جسمي. فانا كنت شويه كنت بحرج علشان كنت حاسه ان انا already يعني كبرت بسرعه، you know what I mean. بس دلوقتي I just embrace it. I just embrace my looks. كنت دايما حتى لما اجي امشي كنت دايما بمشي كده. so عمرك ما تخلي حد يحسسك انك مش جميلة، especially لو كان راجل. يعني دي أسوأ حاجة. يعني انتي مفروض تعرفي من جواكي انك انتي already شخص special. مفيش حد وحش، مفيش حد مش جميل. ربنا خلقنا كلنا يعني في احسن تقويم. so know in your head that you're attractive، ومفيش مانع ان احنا نهتم بنفسنا شوية علشان نحسن من شكلنا which is fine. بس concept wise you're pretty. انا دلوقتي في فيز ان لو حد قال لي انت شكلك وحش ومش جميلة و you're very unattractive، هيدخل من هنا وهيطلع من هنا honestly. يعني حتى دلوقتي في ناس كتيرة جدا بيتريقوا عليا، بينزلوا comment وحاجات كده، يعني it's not nice when you read it. بس ده بيأثر عليا؟ لا، only لو انتي خليتي الحاجات دي تأثر عليكي. في مقولة بتقول 10% هي مشاكل الحياة و 90% انتي how you react to it. يعني مشاكل الحياة هي 10% بس، وال90% هي انتي ازاي بتتعاملي مع المشاكل دي. بتخلي المشاكل دي تأثر عليكي نفسيا، ولا المشكلة بتاخد يعني الزعل وكل حاجة بياخد يومه and then you move on تاني يوم وتبدأي تشتغلي على نفسك. انت اللي you choose how to react to things in life. انت اللي you choose how to react to things اللي بتحصل حواليكي. يعني انت اللي بتختاري ازاي تتعاملي مع الأمور بطريقتك الخاصة. so عمرك ما تخلي سعادتك وحبك لنفسك تتكسر قدام حد علشان قالك حاجة متعجبكيش. كل ما تدي حب لنفسك كل ما تلاقي الحب بيجيلك من كل مكان. ده هو اسمه law of attraction. لما تؤمني بحاجة قوي 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 وتحطيها في دماغك and then you let it go، هتلاقي كل حاجة انت كنت بتفكري فيها بتحصل immediately من غير انت فعلا ما تخططي ليها. في حاجات كده بقى بتسيبيها لربنا. انت بس الحاجة الوحيدة المفروض تعمليها انك تؤمني ان ربنا خلقك احلى واحدة في الكون وجميلة و top tier. يعني top tier دي يعني اللي هو يعني top يعني level اللي هو خلاص يعني top، ما فيش حد بعديه. خليكي البنت الفيمينين energy بتاعتها it's already present. يعني الطاقة الأنثوية بتاعتك يعني already موجودة في كل حتة انت بتروحيها. ما بتتكلميش كتير. you don't have to prove yourself علشان الناس تحبك، عشان انت مش محتاجة validation أو confirmation من أي حد حواليكي. تدخلي انت أي حتة بتدخليها already in your head عارفة ان الناس دي كلها حابينك وشايفينك top tier كده من غير حتى ما يتكلموا معاكي. فما بالك لما يجي يتكلموا معاكي ويعرفوا انك ذكية مش بس يعني حلاوة من برا، لا، في كمان حلاوة من جوه ومثقفة وعندها morals وعندها values. الحاجات دي يعني الناس مبقتش تتكلم عنها كتير. so في حاجات كده معينة لما تتعرفي على شخص كده بتحسي ان الاورا بتاعته او الانرجي بتاعته كده مختلفة عن اي حد تاني. علشان كده ان your head انت بتقولي الشخص ده مختلف، بس انت مش عارفة هو مختلف ليه. بس انت عارفة انك انت قعدتي معاه
وهو صدر لك احساس كده بالامان، احساس كده انه الشخص كده مش عادي. فالناس دي كلهم ماشيين بنفس الطريقة، كلها mentality هم مصدقينها، علشان كده هم already they have the full control في الأوضة اللي هم قاعدين فيها. I hope you guys liked the video وحابين الميك اب والثلاث حاجات اللي اتكلمت فيهم، ويا رب فهمتوا اي حاجة من الاكسنت اللي انا اصلا مش فاهماه يعني. hope you guys understand يعني.